السلام عليكم يا محبي الكيك بالشوكولاتة. اليوم عندنا كيكة رائعة بلاصوص ديالها ولا أروع. عندنا نحتاجو 3 البيضات، كاس ديال الطحين فورس أي دقيق أبيض، نص كاس ديال الكاكاو. هنايا عندنا كاس ديال السنيدة حبيبات، سكر حبيبات، عندنا كاس الحليب وكاس الزيت على عبر العنبة. عندنا هنا ساشية ديال الفاني وجوج خمارات. هنا في إناء غنخلط المكونات. نبداو بالزيت، ثم السكر حبيبات، ساشي ديال الفاني لاجل التنسيم. ما بغيتوش الفاني ديروا حكوا شويه ديال الحامض او ديال البرتقال. قبيصه ديال الملحه ما تنساوهاش في الكيك، والكاس ديال الحليب اللي قلت لكم اللي ما عامرش. ونخلطوهم بالخلاط تيتجالس العناصر كاملين وما يبقاش الحبيبات باينين باش تنجح معنا الكيك. بعد ما خلطناه غنزيدو هذاك النص ديال الكاكاو، نص كاس. خدموه مزيان مع الزيت ومع سنيده. تحاولوا انكم ما تطيروش هذاك الفقاعات تتناثر. بغا يديروا في الخلاط الكهربائي ممكن. صافي من بعد ما خلطتو كتلاحظوا لاصوص جا رائع لجميع الحلويات والكيكات. صافي نقصوا واحد الكاس منه ونخليوه على جنب للتزيين، ونكملوا باقي المقادير او باقي المكونات على هذا الخليط اللي بقى. زيدوا داك 3 البيضات، صافي نخلطوا بالخلاط تيمتزج العناصر كاملين وانا معكم. دابا انا خلطت الخليط كيف تلاحظوا. غنزيد عليه هاد الكاس ديال الطحين او الدقيق نغربلو باش تعطيني النتيجه مزيانه في الكيك. غنزيد عليه هذوك 2 خمارات اللي قلت لكم في الاول، تا هما نغربلهم لانهم تكون فيهم حبيبات ما خاصش نديروهم. صافي ونخلطوا من بعد الخليط كامل. غنجيبوا لاطون بعد ما دهنتها بالزبده ورشيت عليها شويه ديال الدقيق. انا بغيتها رقيقه شويه هاد الكيك، ما بغيتهاش غليظه. تفضلوا ديروا الكيك دائري. انا فضلت ندير الكيك على الطول باش تجي رقيقه والكيكه تجي زوينه فشوشه زوينه. اللي بغيتو نتومايا. صافي نحبسو على الجناب بحال هكا وندخلوها الفران على درجه حراره. من في الاول نسخنو ومن بعد ما ندخلو الكيك نقصوا ليه البوطه
وخليوه يطيب على خاطر، لان الكيك ديال الشكلاط دغيا تطيب. عندنا واحد نص ساعه المكانه وهي طابت. صافي نخليو لاصوص هنا ترجعوا ليه ان شاء الله. الكيكه ديالتي خرجتها بالفرن كيف تلاحظوا، جات محمره ومفشفشه ورائعه. حيدتها من المول ديالها حطيتها هنا. نعمل عليها هذيك لاصوص اللي خليته قبيله. كيف تلاحظوا جا رائع وعاقد. ما بغيتوش انا يكون خفيف، خليته انا ضربته مزيان بالخلاط وخليته عاقد كيف تلاحظوا. نمر بهذاك لاصوص بالجوانب كاملين من الفوق ومن التحت، ونشكلها مزيان من الفوق تنكمل لاصوص كامل. من بعد ما كملت التشكيل ديال هاد لاصوص، غنكملو كامل وغنجيب واحد السكين او الموس وغنقطع الجناب ديال هاد الكيك باش تجي الشكل ديالها لائق، ويجي يحيد هاد الجناب ديالو باش ميبقاش قاصحين كيف تلاحظوا. نبدا قدامكم هو الاول. انا هنا سويت الجناب كاملين كيف تلاحظوا وقديتها. انا غنقطعها قطع على حسب الرغبه كيف تشوفوا. غنقطعها على العرض ثم غنقطعها عاوتاني على الطول ونشوفوا شحال من قطعه تجينا هنايا. نكملوا التقطاع ديال الكيك كيف تلاحظوا. هذه هي الكيكه اللي تقاسمتها معكم اليوم. جات رائعه الاخوان والاخوات كيف تلاحظوا. من الداخل جات فشفشه ولا صوص فوق منها بدون ان نسقيها بالحامض ولا باي شيء. اذا لعشاق الشوكولاته هذه هي الكيكه المفضله. توحشوها وليداتي وحضرتها لهم، جات تتحمق معلكه وتذوب في الفم ولا صوص فوق منها تتشهي ما شاء الله. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش ولا تبخلوا عليا باللايك للفيديو وتشاركوه مع الاحباب والضغط على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو وتفعلوا الجرس ليصلكم جديد الوصفات ديالي. والى اللقاء الى وصفة اخرى ان شاء الله وبحول الله. مع السلامة.